السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم في قناة محمود موس. النهاردة هنتكلم عن ماتش الزمالك، والزمالك فاز بنتيجة 3-2 على فيوتشر بريمونتادا تاريخية. بس قبل ما نشوف الفيديو كده والحاجات اللي حصلت فيه، ما تنساش اللايك والاشتراك، ويلا بينا الفيديو. السلام عليكم مرة تانية. النهاردة الزمالك عمل ريمونتادا مش هنقول تاريخية، هي ريمونتادا لتصليح الأخطاء اللي هو عملها، إن يدخل فيه جونين من أول 10 دقايق بأسلوب غريب جدا. وطبعا المدافع الشهير بتاعنا اللي هو بيخلينا دايما نكره نفسنا ونكره اليوم اللي هو حصل وجه في نادي الزمالك، محمد عبد الغني. بس انا مش هجيب اللوم كله عليه، لان الجون الاولاني محمد صبحي كان ليه يد في الموضوع، بس الكرة عدت من مش هنتكلم. اهم حاجه فزنا، بس هنتكلم عن التشكيله اللي حصلت. ان الزمالك ابتدى المباراه بمحمد صبحي، غير كتير جدا في المباراه، يعني في التشكيله الاساسيه، لانه احنا ماتش المقاولون كان شيء وانا قلت عليه ان ممكن تبقى زي الطفره طلعنا بيها، والزمالك برضو عمل الحركه دي. بس نتكلم الاول على التشكيل. محمد صبحي قدامهم ثلاثه، محمد عبد الغني وحمزه المسلوسي والزناري. قدامهم سيد نيمار ومحمد اشرف رؤى وعمرو السيسي وابراهيم نضاي واحمد سيد زيزو. قدامهم ناصر المنسي وسيف الدين الجزيري. ده التشكيله، او دي التشكيله اللي لعب بيها نادي الزمالك بتغييرات كتير قوي، عكس مباراه المقاولون. فيوتشر كان داخل عايز يخلص المباراه نهائيا، خصوصا انه عايز يبقى المركز الثالث فوق عن النادي الزمالك اللي هو المركز الرابع، عشان خاطر يثبت خلاص يعدي ب4 نقط. وبالنسبه له هو فاكر ان الزمالك معاه مباراه قمه مع النادي الاهلي، فبالنسبه له يعني 80% ان فوز النادي الاهلي، وهيبقى في مباراه نهائيه بالنسبه له مش خلاص مش هتفرق، خصوصا ان الزمالك لعب اقل ماتش من فيوتشر، والزمالك عنده مباراه صعبه جدا مع نادي الاهلي. فالزمالك دلوقتي مطالب انه كان لازم يكسب على فيوتشر عشان خاطر يحسن من الترتيب بتاعه، بدل ما يبقى المركز الرابع يبقى المركز الثالث، ويبقى الفرق بين الماتش بتاع الاهلي يبقى بالنسبه له، حتى لو لا قدر الله حصل ان الاهلي فاز على الزمالك، يبقى لسه الفرق بينه وبين فيوتشر نقطه. اوسيريو انا بقول لكم من احسن المدربين اللي دربوا لنادي الزمالك. راجل فاهم، راجل مش بيتعصب، راجل بيقرا، يعني بالنسبه له الشوط الاول قرا المباراه كويس قوي، ارى ان يعني شاف ان الزمالك محتاج ايه. الزمالك كان محتاج حد يعرف ينقل الكوره من ورا لقدام، ويغير في التشكيله بطريقه ممكن ناس كتيره تفتكر ان تغييره للمباراه ممكن يحصل العكس، وان الزمالك ينتكس والدخول فيه الثالث والرابع. بس طلع فنان الزمالك. في بدايه الشوط الاول نزل عمر جابر بدل رؤى، ونزل وطلع سيف الدين الجزيري، ونزل فتوح، وما نزلوش باك شمال، لا خلى ابراهيم نضاي زي ما هو، نضاي ناحيه الشمال، وخلى فتوح في مركز جديد جدا اللي هو قدام المدافعين، مع وطلع عمرو السيسي ونزل شيكابالا، بحيث ان يبقى عندك 2 صانع العاب اللي هو عمرو احمد فتوح، من ياخد او زي ما تقول عشان خاطر بيعرف يقف على الكوره كويس قوي، ياخد من المدافعين ويمرر لشيكابالا اللي هو بدوره انه يعرف يطلع نيمار قدام، او يطلع احمد زيزو. احمد زيزو اللي كتر خيره شايل فرقه، ما اكذبش عليكم، انه يجيب هدفين في 4 دقائق او 5 دقائق، ويطلع الزمالك من بؤره اللي هي احنا بالنسبه لنا كنا عايزين ان الزمالك يكسب، يعني يجيب جون ونطلع بنتيجه 2-1 من الشوط الاول. وعرف ياسس منظومه هجوميه بينه وبين شيكابالا. واحمد زيزو عمل اسيست وجاب جون يعني خطير جدا في فيوتشر. جون يقول لك ازاي يعرف الواحد يشوط الكرة هي رايحة فين. زي ما احنا غلطنا في الجون الاول من محمد صبحي، هم كمان جنش غلط غلطة كبيرة قوي، لان الكرة رايحة في زاويته مش رايحة في الزاوية البعيدة. تعب وله الحق انه يتعب ويطلع باصابة، مش هقول لك اصابة في عضلية او كده، لا اجهاد. نزل مكانه علي ياسر. هي الثلاث تشكيلات اللي جت في الاول، اللي هو عمر جابر وفتوح وشيكابالا، هم اللي غيروا الماتش.
برضو الناس التقيله، الناس الاساسيه هي اللي عملت. احمد فتوح لعب في مركز غير المركز بتاعه، عمر جابر لعب في المركز مش المركز بتاعه، اوسيريو زي ما خلاص اطمن على الماتش غامر مغامره زي ما مدرب قبل كده غمرها. لو تفتكروا جروس لما كان بيدرب الزمالك انه نزل ناشئين في مباراه تعتبر مصيريه، بس هو بالنسبه له ثالث او رابع، انا كده كده هلعب في الكونفدراليه فلازم انزل وجوه جديده تاخد الند وتاخد خوف المشجعين. يعني المشجعين لما بيكون صوتهم عالي في الملعب، اللعيبه ممكن تبقى صغيره تبقى عندها حته اللي مفيش ثقه، بس نزل لعيبه زي اللعيب اللي اسمه ايشو 19 سنه، وبعد كده طلع احمد زيزو زي ما احنا قلنا عشان خاطر كان تعبان من الاجهاد مش من اصابه، ونزل علي ياسر. لعيبه تاخد واحده تلعب زي ما طلع نيمار، زي ما طلع سيف جعفر، زي ما طلع يوسف اسامه نبيه. الزمالك لازم يجدد ولازم يبص على الاشبال بتاعته، لان احنا عندنا اشبال حلوه جدا صراحه في كل الاعمار. الزمالك طلع من المباراه دي بثقه. انا كنت قلت الفيديو اللي فات ان الزمالك فاز 6-1 على المقاولون. هل ده كان هيبقى مجرد ماتش ويعدي، ولا ماتش الزمالك عن طريقه يحبني وهيقدر يثبت نفسه ويقف على رجله؟ وفعلا ده اللي كان حصل. الزمالك بعد ما كان مهزوم 2-0 للدقيقه 45 الزمالك قدر يتعادل وقدر يفوز وقدر ياخد الثلاث نقط وقدر يقف على رجله وقدر يأسس اكتر من تشكيله، وقدر يوظف لعيب في اكتر من مكان. يعني حمزه المسلوسي جاي على اساس باك يمين، دلوقتي بقى ليبرو بتشكيله 3-5-2 في الاول، وبعد كده قلبنا في الشوط الثاني في اخر نص ساعه لتشكيله 3-4-3. بقى عندنا اكتر من لعيب يلعب في كذا مركز، وده صراحه المدرب اوسيريو ليه الفضل في الموضوع ده. فزنا بالثلاث نقط، بالنسبه لنا دلوقتي صفحه وانتهت. عندنا الماتش اللي جاي ماتش قمه بين الاهلي والزمالك يوم 13. احنا كده كده الدوري راح مننا، كده كده دوري ابطال افريقيا راحت مننا، ما عندناش دلوقتي الا الماتش ده. بالنسبه لنا لازم يكون فوز. الاهلي كسب 2-0 باقل مجهود. يعني الاتحاد السكندري تعتبر لسه يعني يعتبر ما جاش، الاهلي كان في ايده يفوز اكتر، بس تحس من لعبه كده انه عايز يوفر اجتهاده او قوته للماتش اللي جاي. الماتش الجاي ان شاء الله الاهلي هيشوف فريق عمر في حياته ما شافه. كل الاستهتار اللي هو فيه النادي الاهلي والجمهور بتاعه كله هيبقى 0-0، خصوصا ان شاء الله لما تشوفوا فريق جاي منظم. لان الاهلي اي فريق منظم حتى لو كان درجه تانية لعب قصاد الاهلي ما بيعرفش يدخل فيه اهداف. اهم حاجه مهما يخش عندك اهداف ما تيأسش، رجلك ما تخبطش في بعضها. الاهلي عنده جماهيريه، يعني زي دلوقتي فيوتشر ما عندوش جمهور، لا انت هتلاعب فريق عنده جمهور. ان شاء الله الفوز للزمالك، احنا كسبنا خلاص الثلاث بونت، نمحي خلاص فيوتشر ونبص بقى للماتش الجاي قصاد الاهلي. بس دلوقتي منتخب مصر بيلعب ان شاء الله تحت 23 سنه مع منتخب المغرب، وان شاء الله هنرجع تاني نتكلم عن المنتخب وعلى اهم ما حصل في الماتش. السلام عليكم.